كل حاجه محفوظه، حتى لو عقلك صور لك انها اتنست مفيش حاجه بتتنسي. التأمل، رأيك ايه في علم التأمل؟ هو اصلا اللي يعرفني عارف ان انا اساس العلاج عندي بالتأمل، بس في تأمل عن تأمل يفرق جامد. التأمل عباره عن ايه؟ احنا عندنا نعمه من ربنا سبحانه وتعالى اسمها الخيال. الخيال ده كنز من كنوز ربنا على الارض، ويجي الشيطان يضربها للناس. لو انت رحتي النهارده للدكتور، الدكتور ده طب بشري، قلت له مثلا انا بطني بتوجعني، هيديكي ايه؟ هيديكي دواء. نفسيتك اساس علاجها مبني على خيالك وتأملك. احنا عندنا عقل، في نوعين من العقل، عقل واعي وعقل لا واعي. العقل الواعي اللي انت بتكلميني بيه دلوقتي على طول، اللاواعي ده بقى اقوى 1000 مره. لو انا جيت قلت لك دلوقتي اوعي يا داليا تتخيلي قطه لونها احمر، جت في عقلك ولا لا؟ طبعا. هو عبيط اهبل، هو بيصدق اي حاجه. فايه اللي بيحصل بقى؟ العقل ده بيساعد ده. لما بتكرري حاجه كتير 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 بتخش جوه بتتبرمج. مش انت لما تيجي تكلمي شات جي بي تي يجيب لك كل اللي فات. هم اصلا خالقين الذكاء الاصطناعي ده بايه؟ مننا. والله انا في ناس بعمل لهم مديتيشن اوقات بيفتكروا هم بيبي. كل حاجه محفوظه، حتى لو عقلك صور لك انها اتنست مفيش حاجه بتتنسي. كل القصه كلها انت جايه لي واحده محمله، فطرتك دي كلها جايه لي ملوثه، جايه لك ملوثه. الشيطان لاعب بيك الكوره زي ما بيقولوا. فعندك مواقف وعندك احداث وعندك صدمات. الصدمات دلوقتي بيشوفوها بالاشاعات والرنين.